لما تبدا تتعلم حاجه جديده، اهم من انك تتعلمها صح وتتعلمها بكفاءه، او زي ما بيقولوا ايه، اهم من الشغل تظبيط الشغل. البرمجه ممتعه، بس عشان تكمل لازم تكون بدايتها صح. عشان كده لازم تركز معايا قوي، عشان اللي جاي مهم. انك تضيع وقت كبير جدا بتدور على ايه التكنولوجي اللي تتعلمها، بدل ما تدور اصلا ازاي تتعلم تكتب كود. غالبا معظم المبتدئين بيكونوا مشتتين، يتعلموا تكنولوجي، وطب ايه التكنولوجي اللي يتعلموها، طب هيستخدموها في ايه، بيكونوا مشتتين جدا. وده يرجعنا لنقطه تاني، لازم تتعلم تكتب كود قبل ما تفكر ايه التكنولوجي اللي هتتعلمها او ايه التكنولوجي اللي انت عايز تكمل فيها. افتكر دايما انك مش ممكن تتعلم البرمجه من غير ما توسخ ايدك، والمهنه اللي ما كنتش فيها صبي ما ينفعش تبقى فيها معلم. الموضوع كله متعلق بفهم الاساسيات، وازاي تفكر في المشكله، وازاي تحلها، وازاي تكتب الكود بتاعك، بغض النظر عن التكنولوجي اللي انت ممكن تشتغل فيها بعدين او تتخصص فيها في اي وقت بعد كده. فاهم حاجه في كتابه الكود هي مهارتك في حل المشكلات، وده اللي بنسميه problem solving. كل لغات البرمجه ممكن تعلمك الاساسيات، وده مهم، بس الاهم انك تعرف تكتب الكود بايدك وتدرب نفسك كتير عليه. بمجرد ما تتقن لغه واحده هيكون سهل عليك جدا انك تختار اي تكنولوجي تكمل فيها، وهيكون سهل عليك انك تحدد اللغه اللي هتكمل بيها. حاجه كمان، انك تدور على المكسب المادي بسرعه. كل اللي بيفكر يتعلم برمجه كل هدفه او اول حاجه بيكون بيفكر فيها هو انا هكسب فلوس امتى، وليه المجال ده فيه فلوس كتير، وازاي انا ابقى اجمد واحد في 3 شهور، او ابقى اجمد واحد في 6 شهور او في سنه حتى. غلط جدا ان يكون هدفك من اول يوم انك تجيب فلوس بسرعه. لو ده هدفك مش هتكمل في البرمجه. انت في بدايه طريقك زي الشخص اللي بيتعين في اي شركه وبيدور ازاي ياخد مرتب زي المدير بتاعه، او بيدور ازاي انا هبقى مكان المدير بتاعي، ويكون مش فاهم اي حاجه خالص ويحط رجل على رجل كده وعايز اخد المرتب اللي انا عايزه. انا عايز حضرتك تقنعني ازاي. عشان كده ما ينفعش تدور على الفلوس ولا تسأل على الفلوس من اول يوم تشتغل فيه ولا اول يوم تبتدي تتعلم فيه. الاول مهم عندك تعرف ازاي بتكتب كود وتعرف ازاي تتعلم، وما تفكرش في الفلوس دي خالص، او تخلي الفلوس او الماديات اخر حاجه ممكن تفكر فيها. لازم تخلي كل تركيزك في الاول انك تتعلم وتطمن. مجرد ان انت اتعلمت الفلوس هي اللي هتجيلك، وهتلاقي الفلوس هي اللي بتجري وراك وبتدور عليك. يا عم عيب يا عم، استغفر الله العظيم يا رب. ادي المجال حقه عشان بعد كده تلاقي فلوس اكتر ما انت كنت متخيل بكتير. كفايه كده كلام عن الفلوس، وخلينا ندخل على بعده، الاستسلام بسرعه. فاكر زمان لما كانوا بيقولوا لنا ان صيد السمك بيعلم الصبر والكلام ده؟ دلوقتي ما بقاش صيد السمك بيعلم الصبر، بقت البرمجه هي اللي بتعلم الصبر فعلا. وافتكر ان البرمجه زي الزرعه اللي انت بتزرعها، مش هتديك ثمره ولا تديك فاكهه من اول يوم. انت هتفضل تسقيها، تحط لها سماد وتحط لها حاجات كتير جدا، عشان انت عارف ان بعد ما الزرعه دي تكبر هتديك ثمار كتير بعد كده. وزي فعلا الزرع، البرمجه بتحتاج الاهتمام وبتحتاج المجهود. ناس كتير في البدايه بيكونوا على وشك خلاص ان هم يشوفوا النتائج بتاعتهم، لكن بيستسلموا. وده بيحصل بشكل عام بسبب عدم الصبر والاحباط، عشان بيلاقوا انهم مش بيقربوا يبقوا مبرمجين شاطرين بسرعه، فبيستسلموا بسهوله. لازم تفهم انك مش لوحدك بتواجه المشكله دي. البرمجه رحله، ومفيش مشكله انك تاخد وقت كبير في الرحله دي عشان توصل في النهايه. ودايما حاول انك تتعلم من الاخطاء اللي بتقع فيها عشان تعرف تتجنبها بعد كده بدل ما تستسلم. ناس كتير بتبدا لكن بيكون من المشاكل الاساسيه عندهم انهم غير منظمين وعشوائيين بطريقه بشعه جدا. فهنا بتيجي مشكله تانية، وهي عدم تسجيل الملاحظات. كله في الاول بيكون فاكر ان الريفرنس هيكون الفيديو اللي اتفرج عليه او الكورس اللي اخده او اي حاجه، لكن في الحقيقه اهم ريفرنس ممكن ترجع له هو الملاحظات اللي انت بتدونها طول ما انت بتتعلم. فمهم جدا تسجل ملاحظاتك دي سواء في نوت بوك او في دفتر او حتى في التليفون بتاعك. وده عشان كلنا بشر، اي حاجه بتتعلمها النهارده وارد جدا تنساها في خلال الكام شهر اللي جايين. عشان كده بدل ما تدور على المعلومات كل مره من الاول، دون ملاحظاتك عشان تعرف ترجع لها تاني. خطأ كبير جدا بقى ناس كتير بتقع فيه، وهو انه مش عارف يمشي على رود ماب واضحه. بيتفرج على فيديوز من هنا، وبيتفرج على توتوريالز من هنا، ويجيب مصادر من هنا، ويبدا في الكورس ده وما يكملش، ويبدا في الكورس التاني وما يكملش. المشكله الاساسيه انك مش عارف ايه الرود ماب اللي هتمشي عليها، ومش حاطط لنفسك استراتيجي تكمل عليها تعلم البرمجه. لازم تحط لنفسك بلان، واهم من انك تحط البلان انك تمشي على البلان دي فعلا. تقريبا كل الناس بتحط بلانز بس ولا حد بيكمل عليها، وده بيخليهم يقعوا عاجلا ام اجلا. رايح فين؟ انت بتهزر يا ابني؟ هي زريبه يا حبيبي، هي زريبه دي. بص بقى، ولا كأننا موجودين اصلا، فاهم؟ ماشي براحتك. مهم جدا تحط لنفسك ديدلاينز وتمشي عليها، لان لما تشتغل في اي شركه تانية هيكون في ديدلاينز وهتكون مضطر انك تلتزم بيها. لو ما تعودتش على كده من وانت بتتعلم مش هتعمل كده بعد ما تشتغل. عشان تكون مبرمج ناجح لازم تعرف تحط لنفسك رود ماب وتعمل بلان واستراتيجي وتحط لنفسك ديدلاينز وتطبقهم كلهم. لو ما عندكش خطه واضحه ومش حاطط لنفسك خطه او طريق تمشي عليه، هتفضل واقف مكانك دايما مهما الوقت عدى بيك. نروح لحاجه كمان من الاخطاء اللي كتير جدا من المبتدئين بيقعوا فيها،
انك تفضل تتعلم بس ما تطبقش. ودايما بيجي لنا ناس كتير جدا يقول انا عارف التوبكس وعارف التوبك ده بيتكلم عن ايه وفهمه وعارف التوبك ده بيتكلم عن ايه وفهمه، بس كل ما اجي احل ما بعرفش. وده بسبب ان هو اتعلم حاجات كتير جدا بس ما اداش لنفسه الوقت ان هو يطبق ويبراكتس على كل حاجه اتعلمها. مثلا اتعلمت باينري سيرش النهارده، فلازم وبالضروره تكون قادر انك تحل مسائل على الباينري سيرش على الاقل 4 و5 في نفس الوقت. وطبعا من اهم المواقع اللي ممكن تحل عليها كود فورسز، كلنا عارفينه واحنا هنا بنستخدمه في تدريب طلبه الجامعات. ومن الحاجات الجميله جدا اللي ممكن تعملها انك تعمل بروجكت صغيره جدا على كل حاجه انت بتتعلمها. بمعنى لو انت قاعد في الجامعه مثلا وتعلمت حاجه ليها علاقه بالباينري سيرش، ممكن تعمل بروجكت صغير تطبق عليه الباينري سيرش. من الاخر عشان تحس بقيمه اللي انت اتعلمته لازم تستخدمه، فاستخدم اللي انت بتتعلمه. نيجي بقى لمشكله جديده ومشكله كبيره جدا، وللاسف المشكله دي بتواجه اي حد بيبدا في اي مجال جديد سواء البرمجه او اي مجال تاني، وهي انه بيفضل يقارن نفسه بناس سابقاه بسنين وناس سابقاه بمجهود كبير جدا. لما بتبدا تتعلم برمجه في الاول دايما بتشك في نفسك وبتشك في قدراتك، هو انا ازاي هقدر اوصل للمستوى ده، ولا انا ازاي ممكن ابقى بالجمدان ده. فلازم تتغلب على الرهبه دي وتبدا. اهم حاجه انك تبدا. ابدا ابدا ابدا، وما تقارنش نفسك بناس تانية سابقينك في الليفلز، وما تقارنش نفسك بتورست مهما وصلت من الليفلز يعني. وما تنساش ان في حاجه اسمها القدرات الفرديه. في ناس ممكن تتعلم حاجه تاخد معاها شهر، وانت ممكن نفس الحاجه دي تاخد معاك 3 شهور. دي مش مشكله، كل الناس في فروقات فرديه بينهم، بس اللي بيميز واحد عن التاني انه في واحد كمل وفي واحد احبط وقارن نفسه بناس تانية ووقع. فالاهم انك بدل ما تفضل تقارن نفسك بناس تانية، خلي عندك دافع انك توصل للناس دي في يوم من الايام. وكمان ممكن تتكلم معاهم وتطلب المشوره. دايما الشخص الناجح بيكون ويلنج ان هو ينقل النوليدج بتاعته للناس اللي لسه بتتعلم. وافتكر دايما ان كل حاجه بتتعلمها دلوقتي او اتعلمتها قبل كده هتستفيد منها بعدين. ودايما خليك عارف ان في الاخر الجوده ليها الاسبقيه عن الكميه. المشكله الاخيره انك توقف حل. تقريبا دي اكبر مشكله ممكن اي مبرمج يقع فيها. المبرمجين اللي بيبتدوا والمبرمجين اللي بيشتغلوا دلوقتي في اكبر الشركات زي جوجل وامازون وفيسبوك ومايكروسوفت ستيل لازم بيعملوا براكتس. مش لازم تعمل براكتس كتير بمعنى انك ترهق نفسك، انت بتكون بتشتغل وعندك بيت وعندك مسؤوليات، بس ستيل لازم تعمل براكتس ولازم تحط وقت للبراكتس. لكن اوعى تستسلم وتبطل حل. وخليك برضو عارف انك لو اخدت وقت كتير جدا ما بتحلش هتاخد وقت اكبر منه عشان تقدر ترجع تحل تاني. ممكن تحط لنفسك رينج مسألة أو مسألتين في اليوم. طبعا مش محتاج أقولك إن إحنا عندنا في كوتش أكاديمي في كوتش أكاديمي جيم اللي دايما فيه براكتس طول السنة، فأبص عليه يعني. وبس كده تقريبا خلصنا معظم المشاكل اللي بتواجه المبتدئين في بداية تعلمهم في بداية تعلمهم يلا يا عم الحاج، يلا يا عم الحاج، عشان أصيل لبخة في الكلام، أصيل لبخة. متنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب واعمل منشن لاصحابك في الفيديو عشان يستفيدوا هما كمان. ولو في عندكم موضوع معين حابين ان احنا نتكلم فيه ممكن تسيبوه لنا في الكومنتس. ده كده عظمة قوي، ده كده عظمة قوي. سلام.